السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة من مطبخ مروة، والنهاردة هنعمل جاتو القمر ده. النهاردة بعد النهاردة كده هتبقي أستاذة في عمايل الجاتو. بعد الفيديو دوت مش هتبقي محتاجة أي معلومة تانية تفيدك عن الجاتو. النهاردة كل أسرار الجاتو، ازاي نطلع الجاتو بالتقسيمة الحلوة دي، هنطلعه كام في كام، وهنطلعه ارتفاعه عالي كده ازاي، وازاي نطلع من الصاج الواحد دستة جاتو، وازاي نعمل نسعر الجاتو. كل الحاجات دي هتلاقيها النهاردة في الفيديو ده، بس تابعي الفيديو واهتمي بكل تفصيلة فيه. بص ارتفاع الجاتو حلو جدا ازاي، ده كله هنعرفه في الفيديو ان شاء الله. فيديو حلو جدا جدا. انا حاولت يعني اضغطه لكم بقدر المستطاع علشان تقدروا تستفيدوا منه. يعني خليت الحتت المهمة قوي فيه ضغطته. يعني والله الفيديو ده كان ساعتين، بعد المونتاج بقى يعني داخل على 18 دقيقة، فكده يعني انا عملت معجزة عشان اقدر اصغره للدرجة دي، وفي نفس الوقت تبقى كل المعلومات المهمة فيه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله تطلعوا من الفيديو مبسوطين ومستفيدين جدا. بص ارتفاع قطعة الجاتوه حلو قوي قوي قوي، والجاتوه هاشش وجميل وعجب جدا صاحبته قوي. تعالوا بقى نشوف ازاي الجاتوه القمر ده هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وينجح معانا، ويعني بثلاث بيضات بس هنقدر نعمل دستة جاتوه تحفة جميلة. طعم وشكل وكل حاجة فيها مظبوطة جدا. يلا بينا بقى نشوف الفيديو. بس قبل ما نخش الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك، وعايزة اشكركم جدا على الكلام الجميل قوي 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 الفيديوهين اللي فاتوا اللي انتوا يعني كتبتولي في الكومنتات. وان شاء الله اي سؤال ما ردتش عليه في الكومنتات هنعمل بيه فيديو ان شاء الله باذن الله يعني. اول حاجة بقى هنعمل ايه؟ الجاتو. بصوا الدستة او الديسك الواحد اللي هو 30 في 40 هياخد 3 بيضات. دول 3 بيضات وحطيت عليهم معلقة خل. انا لا بحط الخل ولا الفانيليا بمقدار، انا بحط كده يعني ايدي خلاص عارفه ان ديت معلقه خل معلقه فانيليا كده. حطيت بصوا بقى معلقه المحسن قد ايه، مليانه هرميه، مليانه كده معلقه محترمه. ليه بقى؟ لان انا ما لقيتش محسن بونو اللي هو المتحده، فاستعملت محسن آه كواليتي تارجت، او هجيب لكم حتى الاسم بتاعه. استنوا هجيبها لكم دلوقتي. كواليتي تارجت. فكواليتي تارجت لازم تحطي منه كمية علشان الجاتو او الكيك نفسه يطلع هاشش وحلو. حطيت الاول اقول لكم المقادير وبعدين هكمل موضوع المحسن. حطيت 3 بيضات، حطيت معلقة خل، حطيت فانيليا، حطيت 150 جرام سكر، وحطيت عليهم 100 ده الفانيليا، حطيت 195 جرام دقيق، 195 جرام دقيق. تمام. وحطيت عليهم معلقة المحسن الهرمية اللي احنا قلنا عليها، معلقة كبيرة كده من بتاعة الأكل مليانة كده محترمة. وحطيت معلقة نشا هرمية برضو من بتاعة الأكل. وحطيت 10 جرام بيكنج باودر، 10 جرام بيكنج باودر. وضربت كل ونص كوباية مية متلجة. أهم حاجة يا بنات المية تكون متلجة. ضربت ده كله زي ما انتوا شفتوا كده ضرب كويس جدا لغاية ما ادانا القوام اللي احنا عايزينه ده. صاج 30 في 40 مبطناه بورق زبدة بقى، أنا بستعمل ورق الحواوشي. بيتباع برضو بالكيلو عند اي حد بتاع مستلزمات تغليف. زي ما انتوا شايفين كده. فردت بقى الخليط كله كده في الصاج وسويته حلو جدا، وهبد الصاج دوت. طبعا مش بهبده على الرخامه، انا بقول لك بس على الرخامه ان انا هبده، بس انا بهبده في الارض يا جماعه، على فوطه كده في الارض، وتهبدي الصاج حلو جدا. وبعد كده دخلته الفرن على درجه حراره 220. اعلى درجه حراره عندك في الفرن دخليه. هيقعد قد ايه في الفرن؟ هيقعد 10 دقايق بالظبط، هتلاقيه تمام. عملت نفس المقدار هو بس هعمل بيه ديسك شوكولاته. انا هوريتكم ديسك وديسك، بس انا هخبز اكتر من كده. برضو نقول المقادير تاني. 3 بيضات، فانيليا، خل، معلقة هرمية محسن جل، 150 جرام سكر. الشوكولاتة بقى حطيت 185 جرام دقيق. الفانيليا حطيت 195، فرقت 10 جرام بين الفانيليا وبين الشوكولاتة. تمام. 185 جرام دقيق. وحطيت برضو النشا معلقة وعشرة جرام بيكنج باودر. وبعد كده لما اتضربوا حلو زي ما انتوا شفتم، رحت حطيت عليهم معلقتين او معلقة هرمية كده كاكاو، ونخلتهم وضربتهم تاني وخلاص. صبيتها في الصاج ودخلته برضو الفرن. طلعت الصاج من الفرن زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. سلكت الجناب كده، باخد الجناب على الحواف بالظبط عشان ما اهدرش من الكيك. بصوا ارتفاع الكيك تحفة تحفة تحفة.
خدت كده الصاج وقلبته على ورقة كده زي ما انتوا شفتوا، وسبته بقى لغاية لما برد تماما. بعد ما برد بقى خلصت كل الخبيز اللي عندي، كنت سبتهم لغاية ما خلصت كل الكمية اللي انا هخبزها. اهو الصاج، بصوا ارتفاعه وبص جمال الكيك وطراوة الكيك ده التاني. انا خبزت 2 فانيليا و2 شوكولاتة. تمام. خلاص كده بعد ما كان بارد تماما وقشرته تمام، هبتدي بقى ايه احشي. الكريمه اللي انا ضربت ايه للصاج ده، اللي هما صاجين الديسكين اللي هيتحطوا على بعض، يعني يعتبروا دولت دستتين جاتو. حطيت كوبايتين الاول، حطيت تلت كوباية سكر، او على حسب الرغبة، على حسب الرغبة، لان مش كل العملاء زي بعض، في ناس تحب السكر اوفر، في ناس لا. حطيت الاول كوبايتين لبن والسكر، واديت لهم ضربه كده في العجان مع بعض عشان السكر يدوب الى حد ما. وبعدين حطيت عليهم كوبايتين كريم شانتيه، وعليهم معلقتين كبار باستري كريم، وزودت كوبايتين ميه متلجه تاني، وضربتهم كويس جدا لغايه اما ادونا ايه كريم شانتيه اللي انتوا شايفينه ده. هنا الديسك الاولاني حشيته زي ما انتوا شفتوا كده، ما بسقيش الكيك ولا اي حاجه لانه هيخش الفريزر. جبت الديسك التاني وقست ايه الديسك 40 سنتي، قست 20 سنتي وقطعت، لان لو انا جيت شلت الديسك كله مره واحده وحطيته على الديسك التاني هيتقطع مني. دي اسلم طريقه. قسمت الديسك نصين كده، وطبعا قشرت الوش زي ما انتوا شفتوا، بيتقشر بايدي عادي جدا. الكيك طري، وبصوا ارتفاعه تحفه تحفه، وطري جدا جدا. وقسمت الديسك كده نصين زي ما انتوا شفتوا، وحطيته برضو مش هيبان اساسا، وكده كده احنا هنقسمه واحنا بنقطعه. فسويته كده زي ما انتوا شفتوا، ضغطت عليه بايدي ضغطه بسيطه جدا، وهبتدي اجلس الديسك التاني. بصوا بقى انا حددت، بصوا نصين. لو انت هتعملي دستة واحده جاتو، تقدري تخبزي ديسك واحد وتقسميه اتنين زي ما انا قسمته كده، وتحطي طبقه فوق طبقه كده معاكي دستة جاتو. لكن انا عشان كده كده هعمل دستتين، فحطيت الديسكين كلهم زي ما هم على بعض. لكن لو هنعمل دستة واحدة، هو ديسك واحد بس اللي يتخبز، ونقسمه نصين زي ما انتوا شفتوا كده، نحشي نص ونحط عليه النص التاني كده معانا دستة. خلاص كده كنت حشيته وجلسته، وابتدي بقى اسوي الوش كويس جدا، وهجيب سكريبر وهسوي الوش. طبعا بنضف السكريبر واشطفه ميه دافيه وانفضه، وارجع اجلس بيه تاني الوش بتاع الجاتو. تمام. بعد ما خلصناه هدخله الفريزر. دخليه الفريزر قد ايه؟ في الجو الساقع اللي احنا فيه ده مش اقل من 3 ساعات، عشان يطلع معاكي الجاتوه متساوي جدا. الاوردر دوت جالي، وانا طبعا الديسك التاني هعمل فيه نفس الكلام، اقشر الوش وكده برضو. الاوردر ده جالي العصر، وانا وعايزين ياخدوه تاني يوم الصبح الساعة 8 الصبح، وانا اساسا عندي شغل ولسه ما خلصتوش، وهخلص الشغل بتاعي على الساعة 5 6 كده. طيب ايه العمل؟ بصوا الارتفاع بتاع الكيك تحفة، وطراوة الكيك، بصوا الكيك فظيع والله رهيب. اساسا صاحبة الاوردر يعني شكرتني قد ايه على الجروب. عايزاكم تبقوا تخشوا برضو الجروب وتشوفوا، هتلاقوا فيه تورت طبعا مصورتهاش على القناة، افكار جميلة للتزيين. ادخلوا وشوفوا الجروب هتلاقوه حلو جدا جدا، فيه تورت كتير جدا اشكالها حلوة قوي، هتعجبكم يعني. يعني طبعا انا المفروض اسلمه 8 الصبح. طب هدخله الفريزر امتى، وهخبزه امتى، وهحشيه امتى، وهعمل كل ده امتى؟ ابتديت اخبز في الشغل دوت في الديسكين ديت حوالي الساعة 5 المغرب كده، وسبتهم يعني ابتديت بقى احشي فيهم 10 بالليل. تمام زي ما احنا عملنا في الديسكين الاولانيين. قطعت برضو 2 زي ما انتوا شفتوا كده. بصوا الكيك طري بجد كان فظيع. وهبتدي برضو اجلس السطح بتاعه زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا الكريمه اللي احنا ضربناها للصاج اللي زي دوت كده، اللي هما الديسكين على بعض، خدوا كوبايتين كريمه كل صاجين، خدوا كوبايتين كريمه. يعني الدسته بتاخد كوبايه، دول دستتين اخدوا ايه كوبايتين كريمه. الكوبايتين التانيين دول اللي هم الشوكولاته ضربتهم وحطيت عليهم معلقتين كاكاو وقلبتهم، ورجعت ضربتهم تاني وابتدينا نشتغل بيهم. تمام. برضو هجلسه. فانا اشتغلت بقى الساعة كام فيهم؟ 10 قول 11 كده ابتديت اشتغل فيهم. خلصتهم. وبعد ما خلصتهم حشو وكده، وحطيتهم في الفريزر. طلعتهم بقى ايه، يعني ابتديت اشتغل فيهم بعد ما كملتش 3 ساعات صراحة، لان انا كنت مستعجلة. بصوا بعد ما ده دخل الفريزر انا حشيت وجلست الشوكولاتة. المدة اللي انا حشيت وجلست فيها الديسكين الشوكولاتة دول، طلعت بقى الديسك الفانيليا. يعني يا دوبك قعد المدة اللي انا حشيت وجلست فيها بس، يعني ما كملش نص ساعة، قول نص ساعة.
في الفريزر عشان بس الكريمه تشد، عشان اقدر اعمل عليها بالجيلو ما الاقيش الكريمه بتطلع معايا وانا بشتغل بالجيلو. لازم تدخليها التلاجة او الفريزر تشد شويه عشان تعملي. عملت نصه جيلو مانجا ونصه جيلو كراميل. انا بستعمل المتحده. تمام. عملت زي ما انت شفتوا كده الكراميل، عملته بايدي كده. لو لقيتي الكراميل مكتل او المانجا اضربيه بالسباتيولا حلو جدا علشان يفك معاكي، او بالمعلقه. بعد ما عملت الوش كده سويته وكل حاجه، دخلته الفريزر تاني زي ما قلت لكم. هو ما اخدش معايا 3 ساعات عشان انا كنت مستعجله، لكن انتي ما تسيبوش اقل من 3 ساعات في الشتاء اللي احنا فيه ده، لازم عشان يطلع معاكي متساوي وما يهدرش منك. طبعا بقى بعد ما حطيته في الفريزر وسبته ال3 ساعات، ابتديت بقى ايه اقطع عشان هنشتغل فيه. طبعا جبت ميه سخنه جنبي مغليه كده، وحطيتها في شفشق وبالسكينه، ومعايا فوطه نظيفه. بحط السكينه في الميه السخنه وبمسحها وبرجع ايه اقطع بيها. سويت الجناب زي ما انتوا شفتوا كلها كده، وابتديت اقسم بقى الكيك. قسمت من الناحيه اللي هي 40 في 40. قسمتها ال40 دي قسمتها نصين، النصين اللي احنا كنا مقسمينهم في الاول، حتى العلامه بتاعه الديسك مشيت عليها. قسمتهم نصين 20 و20. والناحيه اللي هي ديت اللي هي 30، قسمتها 10 10 10. والناحية ال20 قسمتها نصين، بقت 10 و10. يبقى بقى عندي 10 و10 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 من كل ناحية. تمام. هبتدي بقى اقسم اهي الناحية اللي انا بقطع فيها ديت اللي هي متقسمة نصين. كل جزء هقسمه نصين، بقى عندي قطعة الجاتو 5 في 10. في قطعة قسمتها، انا ليه مقسماهم كلهم 10 في 10؟ عشان انا في قطعة اعملها مستطيلة، وقطعة اعملها ايه طولية زي ما انتوا شايفين، وقطعة مثلثة. ديت بصوا ارتفاع الكيك وشكله تحفة، بجد بجد كان فظيع. بصوا ارتفاع حتة قطعة الجاتو ارتفاع حلو جدا جدا اهي. بصوا ارتفاعها حلو قوي. كان عندي شغل تورت وجاتوه اليوم دوت، هيتسلموا الاتنين الصبح الساعة 8، فاضطريت اشتغل فيهم اليوم دوت لغاية تاني يوم. يعني انا خلصت الشغل بتاعهم، يعني كانت التورتة خلاص يعني متفنشة خالص خالص، كانت الساعة 7. وحطيتها بقى في التلاجة، لان طبعا بشتغل فيها وبرجع احطها تاني وكده، فبتاخد راحتها كتير يعني. كل خطوة برجع احطها في التلاجة. بصوا بقى ارتفاع الكيك. انا عملت جزء مثلثات وجزء وجزء مستطيل. قسمت الكيك زي ما احنا قلنا، الديسك اللي احنا قسمناهم اتنين بقت 20 في 30. الجزء ال20 قسمته 10 و10، والجزء ال30 قسمته 3 عشرات، 10 و10 و10. ال3 عشرات قسمت 5 و5 دوت للمستطيل، وللمثلث قسمت القطعة بالنص كده مثلثة زي ما انتوا شفتوا كده. بصوا بقى القطعة شكلها عامل ازاي، وهشاشان الكيك باين جدا ان هو هاشش، وان القطعة عالية، وبجد بجد كان رهيب. بصوا الجمال بتاعها. القطعة ما شاء الله كبيرة حلوة جدا، حجمها كبير يعني مش حجمها صغير، لا حجمها حلو جدا. اهو بصوا المثلث بقسمه ازاي، بقسمه من النص كده اهو. دي طبعا القطعة دي كانت في النص، فما كنتش عارفة اقسمها الا لما اشيل اللي جنبها اهو. بحط بصوا مثلثين ومثلثين وقطعة واحدة مستطيلة، عشان هي العلبة مش هتاخد الا كده، لكن لو كله مستطيل هنحطه جنب بعضه عادي اهو. بصوا بقى طريقة رصها، بنرصها ازاي اهو. شايفين المثلث بقطعه ازاي؟ طبعا كل واحدة بحط لها ورقة كب كيك كده من تحت، علشان حتى لما يجي حد ياكلها لو طفل ولا حاجة مسكها بايده، ما ايده ما تتبهدلش. طلعت بعد ما خلصت تقطيع الجاتوه الفانيليا كله، برضو حطيته في الفريزر سبته. وجبت بقى الديسك الشوكولاتة وسيحت جناش الشوكولاتة. واللي عايز طريقة جناش الشوكولاتة سيبها لكم في صندوق الوصف. حطيت بقى كده، سيحت جناش الشوكولاته على حمام مائي وصبيته على الجاتوه، ابتديت بالسكريبر كده اسحبه لغايه لما ادانا سطح املة زي ما انتوا شايفين، وغطيت الجاتوه كله. دوت الجزء قسمتها نصين. دستة هعملها الخطوط اللي فيها ديت بنوتيلا بيضة، والدستة التانية مربى حليب. تمام. خلصت كده، هخلص بقى تقطيع الجوانب كلها زي ما انتوا شايفين كده. بجد كان الجاتوه ما شاء الله، بجد اللهم بارك، كان روعة روعة بجد. هنا بصوا ديت العلامة اللي احنا كنا يعني بوريلكم ان ديت مطرح ما انا كنت قاسمة الديسكين، الديسك اللي فوق دوت نصين، فبمشي عليها بتبقى باينة من هنا. قست برضو اهو، قست 20 سنتي، قست 10 وقسمت، وهنا 10 و10 و10. بصوا هنا قسمتها نصين يعني 10 و10. وهنا بقى قسمتها 3 اهي، 10 و10 و10. التلاتة دي قسمت 5 و5، القطعة 5 و5، والقطعة المثلثة زي ما وريتكم. بصوا الارتفاع، بصوا الجمال بتاع الجاتو.
ولا الشوكولاتة على الوش بتلمع كده وتحفة اهي. بصوا جمالها بجد بجد، الجناش بيلمع كده ورائع، من اجمل الجناش اللي ممكن تعمليه في حياتك. الجناش بالطريقه بتاعتي، اللهم لك الحمد يعني. ادخلوا على القناه هتلاقوه ان شاء الله، وانا برضو هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. بصوا كده اهي القطعه، قطعه بجد عاليه وحجمها حلو جدا. بصوا تحفة بجد بجد. ويعني الجاتوه من اسهل الحاجات اللي ممكن تعملوها، بس هو بس صعوبته كلها في خطواته، خطواته كتير جدا. بتخبزي وبتحشي وبتدخلي في ليزر وبتستني وترجعي تقطعي وبترجعي تزيني، فكل الحاجات دي بتاخد وقت يعني. الجاتوه كله يعني مسألة وقت. انا عايزة اجيب لكم من نص الصاج من الحرف عشان تعرفوا ان كل القطع نفس الارتفاع وكلها تحفة وجميلة. بصوا اهي، وبصوا الجناش على الوش بجد شكله روعة روعة بجد. طبعا طريقة التزيين انت ليكي مطلق الحرية، انت تزيني زي ما انت عايزة، انا بوريكي فكرة وانت تزيني زي ما انت عايزة. بس بجد هو كان يعني الاوردر مستعجل جدا والوقت مزنوق جدا. انا ما باخدش اوردر جاتوه اساسا الا قبلها بيومين، والتورت اساسا كل الاوردرات باخدها قبلها بيومين عشان يبقى عندي مساحة، بس ابقى محضرة شغلي ابقى كده يعني. بس طبعا لما يكون حد اساسا زبون وعزيز فما بقدرش خالص ارفض له ابدا طلب. بصوا بقى الجميل، بصوا جمال القطعة، وبصوا لو انتوا واخدين بالكم قد ايه القطعة كبيرة. بصوا ما شاء الله عليها بجد بجد. يعني هما يعني عجبتهم جدا جدا. خلصت بقى ورصيتهم في العلب كلهم. كان عندي هنا العاب شوكولاته اللي هي بعملها على ايدي ديت، كانوا كام واحده بس حطيتهم على المستطيل، وعملت روزيتات كده بالكريمه البني والكريمه البيضاء، وحطيت كريسبات من المالتيزر ده. وكان عندي هنا ورق ترانسفير مكتوب عليه بابلي شوكولاته، صبيته كده وحطيته على قدام كل روزيتا كده زي ما انتوا شايفين، والقلوب دي برضو قدام كل روزيتا. وده كان شكل الجاتو النهائي بتاعي. طريقته سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله. لو انت وقفتي في اي حاجه وانت بتتفرجي على الفيديو حاجات ما فهمتيهاش من الفيديو اكتبي لي في التعليقات وانا هرد عليك. يا رب يكون الفيديو بقى سهل وبسيط وتكونوا استفدتوا منه. دستة الجاتو دي طلعتها ب180. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.